العيد حبينا نقدم لكم شوية مقترحات من أفلام العيد تقدر تدخلها أنت وعيلتك تستمتعوا بيها من غير ما تكون خايف إن يكون فيها مشاهد خارجة. أول فيلم معانا هو عسل أبيض. بودي يا عم عمارة، هو ده بقى بودي يا عم عمارة. الفيلم بيحكي عن طفل ابن ناس أغنياء جدا وفي عصابة بتحاول تخطفه. الأحداث دي بتدور في إطار كوميدي وممتع، واللي بيشارك في تقديم العمل سامح حسين، لطفي لبيب، بيومي فؤاد، وعدد من نجوم مسرح مصر. تاني فيلم هو بوشنة. الفيلم قصته بتدور في إطار كوميدي برضو إنما بطريقة مختلفة شوية، واللي فيه بتقدم الفنانة ياسمين عبد العزيز وعدد من نجوم الكوميديا فكرة التصدي لظاهرة التحرش من خلال الشرطة النسائية. بيكمل معانا سلسلة الأفلام الكوميدية في العيد الفنان محمد لطفي، وهو مجموعة من فنانين الغناء في مصر بيقدموا لنا فيلم بارتي في حقه، واللي قصته بتدور عن بطل خارق ورث قدراته الخارقة عن أبوه ايرون مان. بيشارك معاه في التمثيل وتقديم الاستعراضات دينا ودياب وغيرهم كتير. الفنانة صفيناز ونجوم مسرح مصر بيقدموا السنة دي تجربة كوميدية وجديدة اسمها 30 يوم في العز. بيشارك في العمل ده كمان سعد الصغير ومحمود الليثي وعدد من نجوم الكوميديا. الفيلم محدش قدر يصنفه ان هو زائد 18. خلينا بقى ندخل جو الاكشن والسسبنس اكتر. بيقدم الفنان محمد امام ونجوم مسرح مصر فيلم جحيم في الهند، اللي تم انتاجه بمشاركه مع سينما بوليوم. ما تقف في حته فيها شبه كده، انا مش فاهم منك حاجه. وبيحكي الفيلم عن فرقه موسيقيه اتورطت انها تسافر الهند لتحرير السفير المصري بدل القوات الخاصه. استدعوا الفرقه 711 قوات خاصه. اخر الافلام اللي معانا هو من 30 سنه، الفيلم لعشاق الروايات لانه ببساطه من تاليف الكاتب الكبير ايمن بهجت قمر. بصر جميل ولكننا لم ندرك انها بدايه اللعنه. احمد السقا وشريف منير وكتير من الفنانين بيقدموا لنا السنه دي في الفيلم ده احداث بتحكي عن واحد اصابته لعنه خلته يقتل 9 من اللي حواليه. الفيلم واخد طابع افلام السسبنس الاجنبي ولكن في شكل كوميدي كلاسيكي ممتع بيحترم عقليه المشاهد. نتمنى عرض الافلام دي يعجبكم، ولو عايزين تعرفوا خروجات اكتر في العيد تابعونا واحنا هنقول لكم ايه احسن اماكن ممكن تخرجوا فيها في العيد. كل سنه وانتم طيبين.